بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا الاوياء؟ عاملين ايه؟ معاكم نصح. يلا كده يا الاوياء، دعمونا واشتركوا في القناة. طبعا شفنا ماتش الاهلي يعني كده الحمد لله فاز 2-0. الماتش كبداية كده الاهلي مستحوذ على الكورة، لكن هجمات خطيرة جدا ليانج، فضيعوا كذا كورة في الشوط الأولاني. شوبير تألق، هما طلعوا بره مفيش، استغلوا الفرص اللي جات لهم. واحنا الماتش بتاعنا كنا مستفيدين من الكورة، بس مفيش لعب، مفيش هجمة، مفيش باصة، مفيش حتى شوطة. يعني انت شوط الماتش كله مفيش شوط، يعني كله مفيش شوطة، يعني فاهم. اللعيبة بتاعت بيدافعوا جامد جدا، احنا مش عارفين نعدي منهم، مش عارفين نباصي، مش عارفين نعمل أي حاجة خالص. طبعا الحمد لله ربنا كرمنا، محمد عيني رفع كورة تريزيجيه حطها بدماغه، جت جون. يعني دي الكورة الوحيدة اللي على الجون. طبعا احنا لازم نشوف حل في الموضوع ده. طبعا انت هتقابل فرق كتيرة جدا 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 هتدافعك، انت لازم تلاقي حلول. مش كل مرة هتبقى تلعب شوط أولاني ما تعملش حاجة، فلازم يبقى في حلول، خطط من بره، مهارات، يعني فاهم. لازم يكون في خطط تكتيكية، ونشوف المدرب الجديد هيعمل ايه بقى ان شاء الله الفترة اللي جاية. عشان التاني بدأ الأهلي يمسك كورة، وكان في هجوم عشان ما فتحوا الملعب شوية، وعشان كان في كده عندهم مساحات، واحنا بكذا كورة. و... وإمام عاشور كان متألق جدا بصراحة، إمام ودريزيجيه وزيزو كانوا متألقين. وبرضه مروان عثمان لا، خامة كويسة إن شاء الله يجي منه، بس أهم حاجة بس يلعب. أهم حاجة مروان عثمان يلعب، ما يقعدش دكة. يعني فاهم، هي كانت مفاجأة بالنسبة له، بدأ بيه لكن هو عامل شغل حلو بصراحة، وكويس على الجون وبيضغط كويس. فهو بس عايز بس شوية حاجات كده من المدرب يظبطوا فيها، يبقى ان شاء الله ده المهاجم بتاع الاهلي ان شاء الله اللي قادم ان شاء الله باذن الله. بس طبعا احنا محتاجين مهاجم، يعني ده مش على المهاجم. نرجع تاني للماتش بتاعنا. فالحمد لله امام عمل كوره. امام رقص وقت ترقيصه يعني بصراحه، يعني بس هو في الاخر اللمسه الاخيره عند امام ما كانتش حلوه. يعني قعد وقت فيها بصراحه، يعني بصراحه امام لعيب كبير جدا، والاهلي ان شاء الله لازم يقعده، ما يمشيش، لازم يمد له عقده باي طريقه عشان يكمل معانا امام لغايه لما بقى جه الحمد لله الجون التاني. قطعها ديانج اداها ديشار ده لزيزو، زيزو ده لإمام، أما حطها بلمسة واحدة يا جماعة لتريزيجيه، طبعا دخلوا اللمة على جوه وحطها أبطال في البعيدة، ده الجول التاني. فده الحمد لله ريح كتير جدا جدا اللعيبة. شفنا أحمد عيد، بس طبعا أحمد عيد لسه ملحقش يعمل أي حاجة. فكبداية الأهلي إن شاء الله كبداية كويسة، بس برضو لازم نشوف حل في الدفاع بتاعنا امبارح اتضرب كتير جدا جدا جدا، ياسر وياسين اتضربوا كتير جدا امبارح. الحمد لله كان امبارح شوبي كان متألق برضه، شوية كام كورة كده. ف بس كبداية إن شاء الله حلوة. عندنا ماتش إن شاء الله جاي وادي دجلة يوم التلات في الدوري، ماتش برضه رخم، دجلة تلعب مع كبار، فإن شاء الله هنتكلم عليه في وقتها إن شاء الله. وبعد كده عندنا بقى ماتش بقى هناك يانجا في أفريقيا الساعة 3. ماتش صعبة جدا جدا، يعني جاية الفترة اللي جاية. احنا محتاجين كل اللعيبة، ومحتاجين كل لعيبة تبقى مركزة، اللي ينزل يأدي، اللي قاعد براه يبقى مجهز. محدش يقول انا بلعبش ليه وما بعملش ليه، عشان الفترة الجاية صعبة جدا 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 جدا. فإن شاء الله بإذن الله خير النادي الأهلي، والحمد لله احنا فزنا. يلا يا رياض عمونا.